لأنه تنظيم سري على مدار 200 سنة. أي عسكري أو مدني عرف جزءا صغيرا من سر هذا التنظيم العسكري الذي يحكم مصر قتلوه وذبحوه فورا. جيش كان سبب احتلال الإنجليز لمصر، فهو جيش فرار من يومه. ما هي معارك الجيش المصري اليومان؟ مفيش. صابر مشهور وأسرار تذاع لأول مرة عن عسكر مصر. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة. من أكبر الخرافات التي تم ترويجها في العالم الإسلامي هي أن السعودية دولة إسلامية قامت على الكتاب والسنة. هذه الدولة قامت على الكتاب والسنة. إذا سألت الإمارات والسعودية والأردن ومصر والبحرين أي شرق أوسط يريدون رؤيته في السنوات العشر المقبلة، نحن نريد شرقا أوسط أكثر علمانية مستقرا. طبعا نظام حكم آل سعود هو حكم علماني منذ نشأة السعودية عام 1902، وهذا باعتراف الملك المؤسس نفسه الملك عبد العزيز آل سعود أبو الملك سلمان. كتب الضابط الإنجليزي جون فيلبي في مذكراته، والضابط الإنجليزي جون فيلبي كان هو المسؤول عن الملك عبد العزيز آل سعود، هو الذي كان يدفع له المرتب بتاعه من الحكومة البريطانية، وكان يمد بالأسلحة، وكان يصدر له التعليمات والتوجيهات بشأن من اللي هيحاربه ومن هيتصالح معه وما إلى ذلك. يعني كان هو المسؤول عن كل حركة آل سعود في ذلك الوقت. كتب في مذكراته: وأنا من يطلب مذكراته يرسل لي عبر صفحتي على الفيسبوك، سوف أرسل له هذه المذكرات. والنظام السعودي يقول إن جون فيلبي أسلم وسمى نفسه الحاج عبد الله فيلبي، فهو معترف به من النظام السعودي، وإنه كان مستشار للملك عبد العزيز آل سعود كما يقول النظام السعودي. جون فيلبي بقى تحدث عن قضية العلمانية صراحة. يقول بينه وبين الملك عبد العزيز آل سعود أبو الملك سلمان: وتعجبت كيف يمكن أن تكون العقيدة من صنع السياسة. يعني بيقول إن آل سعود كي يحققوا أهدافهم السياسية ومطامعهم السياسية صنعوا عقيدة، وأن جمار التشدد والتعصب يجب أن تتحول إلى لهب في قضية علمانية أو دنيوية. وفي تلك المناسبة طرحت على مضيفي ابن سعود السؤال التالي: ما هو موقف الإخوان دول اللي هم جيش عبد العزيز آل سعود، يعني كان اسمهم تنظيم الإخوان، ما هو موقف الإخوان الحقيقي من تحالفك مع البريطانيين كفار؟ وأجابني ابن سعود، كان عبد العزيز آل سعود بيسموه ابن سعود: ليس صحيحا أن الإخوان معادون لكم، لأن عقيدتنا، عقيدة مين؟ عقيدة آل سعود، مش العقيدة الإسلامية، لأن عقيدتنا تقول إنكم أهل كتاب ولستم مشركين أو كفارا. يعني الديانة بتاع آل سعود لا تكفر الإنجليز أو النصارى، وده طبعا ضد القرآن الكريم. القرآن الكريم بيكفر النصارى وبيكفر اليهود، لأن كراهية، هو بقى عبد العزيز آل سعود بيكمل، لأن كراهية الوهابيين، وكويس ما قالش المسلمين حتى، قال لأن كراهية الوهابيين لا تنصب إلا على المشركين والكفار. قال له إحنا بنكره الكفار. من الكفار بقى هنجدهم المسلمين. ولكن بيقول له إيه بقى؟ ولكن هناك الكثيرين من أفراد شعبي، يعني المسلمين في بلاد الحرمين الشريفين، المسلمين في نجد في تلك الفترة، في الرياض وما حولها. ولكن هناك الكثيرين من أفراد شعبي، وبخاصة الحضر وسكان المدن الذين سافروا إلى الخارج أو تعلموا، يعني الناس اللي في سكان المدن أو المتعلمين يتعاطفون مع الأتراك باعتبارهم ممثلين للإسلام، وبالتالي فهم يعادون البريطانيين، ولكنهم هنا لا يلقون أذانا صاغية، ما عبرهمش الشعب يولع 60 جهاز. فقد عاقبت مؤخرا 2 من تلك النوعية على إفصاحهم عن آرائهم والتعبير عنها. لمجرد إن 2 من المسلمين من سكان نجد قالوا الأتراك مسلمين، عبد العزيز آل سعود عاقبهم. طيب الأكثر من ذلك هنواصل بقى إن عبد العزيز آل سعود بيعتبر النصارى إخوانه أهل إيمان، بيعتبر النصارى إخوانه أهل إيمان. هو
ابن سعود جاب قبيلة، زعماء قبيلة، وكان بيخاطبهم يعني انتوا هتحالفوا مع الأتراك المسلمين ولا مع الإنجليز إخواننا. يقول جون فيلبي: وشدني ابن سعود من كمي وهو يقول تلك العبارة: إن كنتم تريدون صداقتي افعلوا ما أقوله لكم، وإلا فوالله سوف أقاتلكم. هتقاتلهم ليه؟ لن أدخل نفسي في خصام أو نزاع مع الإنجليز لحسابكم. ماشي، دي هنقول شغال بالحكم والسياسة وكذا. أو لكي تستفيدوا أنتم من المؤن التي تحت إمرتهم، لأن الله، بيتكلم عن عقيدته بقى، لأن الله أعطاهم السفن والمدافع والديناميت لينسفوا بها أعداءهم. ده الراجل بيتكلم إنه عنده إيمان إن ربنا وفقا لديانة عبد العزيز آل سعود ادى الإنجليز السفن وكده ليقتلوا بها المسلمين اللي هم أعداء. إيه اللي يثبت بقى إن المسلمين دول أعداءه؟ مين بقى المسلمين دول؟ ليه يعني هل عبد العزيز آل سعود بيعتبر المسلمين إخوانه في الدين أو في الديانة بتاعته؟ لا. هنجد بقى جون فيلبي بيكتب بيقول إيه: والوهابيون يحتفظون بسم كراهيتهم الزعاف لأتباع المذاهب السنية الأربعة. الوهابيين اللي هم بتوع عبد العزيز آل سعود والناس آل سعود بيكرهوا المسلمين أصحاب المذاهب السنية الأربعة، وهم الأتراك دول كفار، والمصريين كفار، والحجاز سكان مكة والمدينة المنورة أحفاد الصحابة برضو دخلون كفار، والسوريين بتوع الشام كفار، وسكان بلاد الرافدين اللي هم بتوع العراق برضو كفار، والهنود وما إلى ذلك. الأكثر من ذلك بيقول جون فيلبي: والوهابيون لا يرضون، ده الوهابيين بيقفون ضد من يوقر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من يبجل الرسول صلى الله عليه وسلم الوهابيين يكرهونه. والوهابيون لا يرضون بل ويدينون بإدانة، يعني ويدينون الاحترام والتوقير لذكر محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، ويعتبرون ذلك مظهرا من مظاهر الإلحاد، يعني اللي وقر الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبروه كافر. كما أن موقفهم المختلف من أسماء الله وصفاته وتعالى يدينه الوهابيون على أنه عيب في الذات الإلهية. طيب لسه الحكاية ما خلصتش. الأكثر من ذلك، طبعا احنا كلنا بنرى انه بشار الأسد جيش النصيرية في سوريا وهو يقصف المآذن ومساجد المسلمين في سوريا. هذا في الواقع هو حلم الملك عبد العزيز آل سعود، كان حلمه انه يقصف المآذن بالمدافع ويهدم المساجد، هذا حلمه كما قال هو لجون فيلبي. يقول جون فيلبي: حدثني ابن سعود فقال: رأيت مناما الليلة الماضية، وبيحكي المنام كله، لكن هيقول ايه بقى: وفي الليلة الماضية رأيت في المنام مأذنة عالية صامقة بدت لي كما لو كانت مأذنة المسجد الدمشقي. وبقى بيقول ايه: وبالمناسبة فإن ابن سعود لم يزر تلك المدينة مطلقا. عبد العزيز آل سعود بيكمل: ورأيت أيضا مجموعة من الناس تفتح نيرانها على تلك المأذنة، ولكن دون طائل أو جدوى. وبعد ذلك جئت أنا، اللي هو الملك عبد العزيز آل سعود أبو الملك سلمان، وبعد ذلك جئت أنا ورجالي وفتحنا نيراننا على تلك المأذنة فسقطت. ده حلمه، مش ينقذها ولا يدافع عنها، لا، يفتح المدافع عليه. ويكمل: ومن المؤكد أن ذلك الحلم يعني أن البريطانيين سوف يستولون على دمشق، ولكن ذلك لن يكون بغير عون أو مساعدة مني. عشان تعرفوا بس إنه آل سعود من 100 سنة كانوا بيفعلون أو نفسهم يفعلوا ما يفعله السيسي الآن وبشار الأسد الآن. السيسي بيولع في المساجد. بل الأكثر من ذلك إنه أثناء حصار المسلمين في العراق في الحرب العالمية الأولى، كلنا طبعا شايفين ما يحدث في غزة. محمود عباس أبو مازن رئيس السلطة الفلسطينية التابع للصهاينة
هو الذي اقترح على الصهاينة إغراق الأنفاق، أنفاق غزة بين غزة ومصر، إغراقها بالمياه حتى يموت المسلمين في غزة جوعا. هذا في الأصل كان اقتراح مين؟ اقتراح آل سعود، الملك عبد العزيز آل سعود، الملك المؤسس أبو الملك سلمان. بيقول إيه بقى؟ جون فيل بيقول إيه؟ حدثني ابن سعود فقال: إذا كنتم تريدون إحكام الحصار وزيادة فاعليته، إحكام الحصار على المسلمين في العراق والجيش العثماني المسلم في الحرب العالمية الأولى، فلا بد من عمل سور من الأسلاك الشائكة حول مدينة الكويت. الكويت ميناء، وكان بتيجي البضائع من الهند وتدخل للعراق وكذا، تتهرب يعني عبر الحدود، وأن تقوم قوات بريطانية على حماية ذلك السور المصنوع من السلك الشائك. الغريب أن الإنجليز الكفار رفضوا الاقتراح ده، وأجابته أن مثل هذه الخطة ليست عملية. الأكثر من ذلك أيضا في عقيدة آل سعود ونظرتهم للمسلمين. بيقول لي بقى جون فيلبي عن عقيدتهم: وينظر الوهابيون إلى أهل مكة على أنهم نموذج أو عنوان للسنة المتزمتين. وإحنا هنشوف في المواقف التالية أن عبد العزيز آل سعود الملك المؤسس كان بيعتبر أن السنة دول مش مذهبه، هو مش من مذهب، مش المسلمين السنة خالص، هو بيعتبرهم زي الشعب كله كفار عنده. وأنهم بقى بيقول بقى على أهل مكة أنهم يرتكبون الجرائم التالية. أهل مكة بيرتكبوا، أهل مكة المسلمين أحفاد الصحابة بيرتكبوا الجرائم التالية: يزنون، أهل مكة يزنون، يخونون، يشربون الخمر، يتلاوطون بتاع الواط والعياذ بالله، يشركون، أي الجرائم على اختلاف أنواعها التي ترتكب في حق الله وحق الإنسان. والشرك والإلحاد هو الكبيرة التي لا تغتفر. طبعا العرب أهل مكة وهم كفار في جاهليتهم لم يكونوا يتلاوطون ولا كانوا يكذبون، بدليل أبو سفيان لما راح الكذب، ولا كانوا حتى أبو جهل لما رفض يقتحم دار الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وقال يعني أتقول العرب أفزعنا بنات محمد. وهند بنت عتبة أم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنها وعنهما لما ذهبت لتعتنق الإسلام وتبايع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول طلب منهم من النسوة أن يبايعون على ألا يزنين، استنكرت أو تعجبت وقالت: أو تزني الحرة؟ يعني المرأة العربية في الجاهلية لم تكن تزني. طيب في الوقت بقى الذي عبد العزيز آل سعود بيكره فيه المسلمين الحجاز والمسلمين اللي من شمر وحائل والمسلمين في العراق وكده، كان مشغول جدا في طباعة ديوان شعري. بيقول ايه بقى الديوان الشعري ده؟ يقول جون فيلبي: رأى عبد الله بن عبد الرحمن، ده أحد أعوان آل سعود، أن أعظم شعراء نجد المحدثين هو الشاعر سليمان بن سهمان، أحد مواطني الرياض اللي عاصمة آل سعود، والذي جرى جمع أعماله وأرسلت مؤخرا لطبعها في بومباي. إيه أهميتها بقى عشان يبعتوا للهند يطبعوا الأشعار بتاع جناب سعادته؟ أهم قصائد تلك الشاعر قصيدة دينية الطابع وفقا لدين آل سعود، وهي تفنيد للادعاء أن الأتراك بأنهم مسلمون حقيقيون، الأتراك كفار، بينما طبعا الإنجليز النصارى اللي القرآن كفرهم آل سعود يرونهم أهل إيمان معه. بيقول له بقى جون فيلبي بيتكلم الملك عبد العزيز آل سعود وبيقول له: والله أنت يعني فين موقفك من تطبيق الوهابية في منطقة الإحساء الشيعة والسنة؟ فعبد العزيز آل سعود قال له إيه؟ حدثني ابن سعود ذات مرة قاصدا بذلك المفهوم الوهابي العقيدة الإسلامية، فقال: العقيدة تحقق تقدما مضطردا في الإحساء أو الإحسان، ولكني لا أتعجل الأمور هناك، فأنا أترك الشيعة والسنة في الإحساء كلا لمذهبه. يعني هو كان بيعتبر أن السنة مذهب آخر، المسلمين السنة دول حاجة تانية خالص، دول مش يعني زيهم زي الشيعة كده، كل لمذهبه فيما يتعلق بالتعبد وفيما يتعلق بمساجدهم الخاصة. يعني آل سعود كانوا يعتبرون ان في مساجد للدين بتاعهم الوهابية والدين بتاعهم مختلفة تماما عن مساجد المسلمين السنة وعن مساجد الشيعة. وفيما التعبد فيما يتعلق بمساجدهم الخاصة شريطة ألا تحتفل أي طائفة منها بتقاليدها أو بهارجها، يعني ما بيعتبرش نفسه أصلا من المسلمين السنة.
وآمل أن يصل بصورة متدرجة أن يكونوا مثلنا. يعني المسلمين السنة أصلا مش مثل الوهابيين، مش على نفس عقيدة الوهابيين. أيضا النهاردة بنتكلم بقى القدس، ما بقول لك السعودية قامت على الكتاب والسنة. قال بقى أن موقف الملك عبد العزيز آل سعود من المسجد الأقصى إيه بقى؟ كان موقفه إيه؟ كان مبسوط جدا أن الإنجليز النصارى استولوا على المسجد الأقصى وبعد كده سلموه اليهود. سألني ابن سعود ذات مرة: هل صحيح أن البريطانيين بدأوا يواجهون مؤخرا المتاعب في فلسطين؟ أجبته: أبدا، اللهم إذا كان ذلك خلال الأسبوعين الأخيرين بعد أن غادرت البصرة، نظرا لأني كنت بنفسي في القدس منذ حوالي 2.5 شهر، واعتبارا منذ ذلك التاريخ كانت قواتنا قد استولت على أريحة وعبرت نهر الأردن. ابن سعود بقى زعل لما الإنجليز النصارى استولوا على القدس وأخذوها من المسلمين، وبعد كده هيكون بقى دولة إسرائيل. قال ابن سعود: حسنا، وعلى كل حال. قال له: حسنا، إذن فما سمعت عبارة عن إشارة مضى عليها حوالي 3 أشهر. طبعا كان الأخبار بتنتقل في الصحراء بتاخد وقت. وعلى كل حال، ده عبد العزيز آل سعود بقى بينصح النصارى الصليبيين. وعلى كل حال ربما كان من الأفضل أن تتقدموا صوب كل من حيفا ونابلس. بقول له كملوا احتلتوا القدس، بس كملوا احتلوا فلسطين كلها. أيضا في موقف آخر يخص الزواج، بيعتبر عبد العزيز آل سعود اليهود والنصارى أهل إيمان، ويعتبر المسلمين كفار ليسوا من دينه أو ديانته أو عقيدته. بيقول جون فيلبي: فقد أصر ابن سعود إلي ذات يوم ينبغي ألا أمانع في أن تكون لي زوجة يهودية الديانة أو مسيحية الديانة، ممكن يتجوز يهودية أو مسيحية، وأنها ينبغي أن يكون لها مطلق الحرية من حيث العقيدة والسرير، برغم من أن أطفالها سوف ينشؤون مسلمين، واليهود هم والمسيحيون أصحاب كتاب. ابن سعود بيقول له، يعني آل سعود بيقول له: والله احنا ايه، اليهود والنصارى دول أهل كتاب أهل إيمان، ولكني لن أتزوج من امرأة شيعية، دي كافر، أو امرأة من أهل مكة، يعني كان بيكفر المسلمين سكان مكة، أو امرأة من أهل مكة تحت أي ظرف من الظروف. يعني بيعتبر اليهود والنصارى أهل إيمان. وانت طبعا بنشوف الفتاوى اللي بتطلع علي جمعة والناس دي ان النصارى واليهود هيدخلوا. شوف انت طبعا الفتاوى، كم الفتاوى اللي طلعت ان الكفار هيدخلوا الجنة والمسلمين هيدخلوا النار هذه الأيام. وعارضته متسائلا: أليس أهل مكة هم والشيعة أيضا أصحاب كتاب؟ الناس دي متشعبيرهم يهود يعني ونصارى؟ أجابني قائلا: لا، يعني بيعتبر مكة مش أهل كتاب، المسلمين في مكة. صحيح أنهم قبلوا النبي وسلموا بتعاليمه، ولكن نظرا لاتهامهم بالتردي في الخطيئة، ونظرا أيضا لترديهم في الشرك، أهل مكة مشركين. أو إن شئت فقل إشراك أشخاص بعينهم في عبادتهم مع الله. أليس هم الذين يقدسون محمدا؟ يعني هو بيكفر المسلمين في مكة ليه؟ لأنهم يبجلون ويقرون الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليا والحسين وقدسين وأولياء آخرين. جون فيل بقى بيعلق وبيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك الراجل ده بيفبرك ديانه جديده، يعني بيقول لك ايه: وهكذا نرى ان الدين يخضع للاحقاد الشخصيه والاحقاد السياسيه، وبينما نجد ان آل سعود قدموا المبرر في ذبح المسلمين وقتال المسلمين وتكفير المسلمين بان هم آل سعود يريدون الدعوه الاسلاميه. تعالوا نرى حال المساجد ورواد المساجد في حكم آل سعود في الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين. مناسبة الصلاة يعني، ولا بد أن يعلم أن تلك المدة كان قليل من الناس من يصلي، والمساجد كانت خاوية. أحد الإخوة إخواني أكبر مني سنا 6 سنوات قال: كنت أدخل حرم وأنا صغير. قال: والله يا أخي الحي يظل يتحدث متعجبا أن اليوم شاب دخل حرم يصلي التراويح. هذا عجيبة يعني. يا إخوة، يحكي لي أحد الإخوة عقب محاضرة مثل هذه، رجل شايب من أهل المدينة، قال: والله يا أخي في السبعينات الهجرية صلينا قيام رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الروضة، كنا 20 شخصا لا غير، 20 شخصا لا غير. يحكي لي شيخي عن شيخي سوري اسمه أيمن سويد،
يحكي لي شيخي وهو يحكي لي، قال كنت أقرأ ختمات في الروضة، كل ختمة برواية، تعرفوا هناك 20 رواية، 10 قراءات ب20 رواية. قال كم من المرات أستحي وأنا متعب أريد أذهب إلى دورة المياه، أستحي أن أذهب حتى لا أترك الروضة فارغة، ليس في الروضة أحد مطلقا ولا أحد. يحكي لي الشيخ حمزة الفعل، هو معروف في مكة، قال لي أنا صليت تراويح رمضان سنة 1382 خلف الشيخ الخليفي في حصوة زمزم. فقال صلينا في حصوة زمزم، يعني في الجهة الشرقية، ليس على مستوى حتى الكعبة، لا لا لا، في الجهة الشرقية عند زمزم هناك في الحصوة، في المثلث الصغير 4 صفوف صغيرة خلف الشيخ الخليفي. قال أنا في الصف الأخير أسمعه بوضوح بدون مكبر صوت لقلة عددنا. إخواني الذين أكبر مني ب10 سنوات في جدة قالوا، ونحن يعني شباب صغار، هذا كان في السبعينات الهجرية، قال كان كثير من المساجد تغلق إذا صلوا العشاء في رمضان، ما في تراويح، ما حد يصلي التراويح. قال وإذا كان هناك مسجد يصلي التراويح الإمام والمؤذن وثالث ورابع، وهذا جيد. بل الأكثر إن جيش آل سعود نفسه معسكراته لم تكن فيها مساجد للصلاة، ولم يكن ضباطه ولا جنوده يصلون. في حرب الخليج كان هناك خوف، فاتصل بي مدير القاعدة في الخميس وقال لي محمد نريدك محاضرة، ترى الناس متوترة شوية وقلقانة، نريدك أن يطمنها وكذا. عقب المحاضرة نائب رئيس القاعدة كان عقيدا، فقال لي تصديقا لكلامك، والضباط كلهم كانوا جالسين، قال أنا درست، اسمعوا هذا كلام، في مهبط الوحي كيف كنا، ما هو عند حافظ الأسد ولا عند صدام ولا، قال درست في قاعدة الشرقية سنة 1390. قال كنت إذا أردت الصلاة، اسمعوا، أختبئ خلف خزانة الملابس الخاصة بي لأصلي سريعا قبل أن يراني أحد الضباط. قال فإذا صدف أن رآني ضابط يظلون يستهزئون بي ويضحكون طوال اليوم أني صليت. قال ورئيس القاعدة نجدي ويلبس سلسالا من ذهب ولا يصلي أبدا. قال عدت إلى قاعدة الخميس سنة 43 سنة. قال وكذلك الحال لم يكن فيها ولا مصلى واحد. كان معروف قاعدة الخميس هي أكبر قاعدة، ضخمة جدا، يعني يمكن ضخمة هائلة. قال تعرف اليوم كم مسجد ومصلى في القاعدة؟ قال والله ما أدري، أنا جيتكم أول مرة يعني ما. قال 70 مسجدا ومصلى، 70 مسجدا ومصلى. عام 93 كان صفرا ولا شيء. تصوروا الفارق. وفي عهد الملك سعود ابن الملك عبد العزيز آل سعود في الخمسينات قرروا جعل جدة عاصمة للعلمانية في السعودية، وأسسوا دار الحنان لتعليم بنات المسلمين الصفور والعلمانية، ويتخرجنا بعد ذلك من هذه المدرسة ليحكمنا كل المفاصل الحساسة الخاصة بالمسلمات في السعودية. This is the Dar El Hanan School for Girls in Jeddah. These are almost certainly the first ever pictures taken in Saudi Arabia of young Saudi women unveiled. The fact that the headmistress and the girls, with the approval of their parents, had allowed us to take this film of them was at first disbelieved by some astonished government officials. Some people expressed fears that there would be big trouble, perhaps even a riot, if word of what we'd done reached the ears of the religious leaders and some of the less enlightened parents. The opening of the first girls' school in Saudi Arabia had to be postponed for 2 years because of opposition to it. Then, when it was opened 5 years ago, the government had to send in troops and police to keep it open. Protesting parents wrecked the school and beat up teachers. At another girls' school in Saudi Arabia today. طبعا لما نبحث من وراء هذه الدار نجد أنها زوجة الملك فيصل. الملك فيصل الذي كان يدعو للجهاد لتحرير فلسطين والقدس،
كانت زوجته هي التي تربي الأمهات المسلمات اللي هيخرجوا سافرات بعد ذلك، كي هم بقى اللي هيخلفوا العيال اللي هيحرروا القدس. كانت مدارس دار الحنان في مدينة جدة تخضع للنظام الداخلي المجاني تحت رعاية ونفقة الأميرة عفة الثنيان حرم الملك فيصل يرحمه الله، وأسهمت في تخريج أجيال متميزة من الطالبات اللاتي يفتخرن كونهن خريجات هذا الصرح الكبير. ثم نكتشف أن مديرة المدرسة أو المسؤولة عن تربية المسلمات في السعودية والنساء اللاتي تم وضعهن في المناصب القيادية والحساسة، نجد أن مربيتهم لم تكن محجبة، وكان اسمها سيسيل. يعني إيه سيسيل؟ هل دينتها مسلمة ولا مسيحية ولا يهودية؟ وسنجد أنها خريجة الجامعة الأمريكية في مصر، وجاءت من مصر وأقامت في السعودية وأصبحت المسؤولة عن كل شيء. يعني خريج جامعة أمريكية، جامعة تنصير، والجامعة الأمريكية أصلا مملوكة للكنيسة الإنجيلية في أمريكا، هي التي تربي بنات المسلمين في مكة والمدينة وجدة في مهبط الوحي. إنها سيسيل رشدي أو أبلة سيسيل، كما تعودت أجيالا متلاحقة من الطالبات مناداتها طوال 50 عاما مضت، لتصبح اليوم شاهدا على نهضة المرأة السعودية كأحد أهم الشخصيات في مجتمع التعليم النسائي، ومن أوائل من شاركوا في حمل تلك الرسالة السامية من خلال إدارتها لمدارس دار الحنان الشهيرة في جدة. الناس ما كانت تتصور تخلي بناتها تروح كل يوم وتيجي، يعني خد وقت. كل من تعامل مع هذه القامة العظيمة يعرف ابتسامتها التي تعرفها 3000 سيدة أخرى تخرجن من مدارس دار الحنان. The headmistress of this enlightened school, perhaps ironically, is an Egyptian. She insists that the girls remove their veils the moment they set foot inside the school walls. For one reason, it's much more practical for girls to move around without their veils on. Then we didn't have any men teachers, and all the supervisors are women. If they're supposed to veil, they're supposed to veil from men. So there's no reason why they should put the veils on if all the people in charge of the girls inside school are women. خلينا أبلة سيسيل، يعني نبي في البداية رحلتك، مشوارك في دار الحنان. زهمتني الملكة عفة وحكتني على المدرسة، فأنا بغاكي تيجي تشوفي المدرسة وتمسكيها مؤقتا. أما في عهد الملك خالد فكان التلفزيون السعودي بيعرض النساء بالمايو على الشاشات، وكانت النوادي الرياضية بتعرض أفلام الخلاعة علنا. أن النظام السعودي استعجل في التغريب أيام الملك خالد، والملك خالد كان مهمشا، كان فهد كان مستعجل في التغريب. التلفزيون، المظاهر العامة، الجرائد كانت تعرض صور البيكيني، والتلفزيون يجيب أغاني غربية وخلاعة، يعني حاجة قريبة من الخلاعة. أذكر النوادي الرياضية كانت تعرض بورنوغرافي، كانت تعرض نوادي رياضية، سينما خلاعية كاملة لهذه الدرجة؟ نعم، وكان الناس يسمعون يدرون ولا أحد يعمل شيء. فأحدثت هذه ردة فعل، وكان لها دور في حماس الناس لهذه الجماعة، جماعة جهمان. وذلك كانت من ضمن رسائل جهمان حينما اقتحم الحرم أنه القضية ليست قضية مهدوية، أصلا احنا جبنا المهدي لأنه كثر الفساد. وكان بإمكان بن باز طلب التفاوض معهم، ورفضت الدولة. أصلا الدولة خافت أن بن باز له علاقة فيهم، فتقريبا أبقوا بن باز تحت الإقامة الجبرية ومنعوا الاتصال به تلك الفترة. ويقال أنه بعضهم كانوا من تلاميذه. لا تعني شيء، كانوا من تلاميذ بن باز، تلاميذ مشايخ، هذه لا تعني شيئا يعني. لكن الدولة خافت أن بن باز يناظرهم ويقتنع بكلامهم، مع أنه لن يقتنع بكلامهم، يعني مستحيل يقتنع بكلامهم. أما في عهد الملك فهد فقد أطلق آل سعود مجموعة قنوات MBC العلمانية لمهمتها نشر الرذيلة والخمور والصفور والرقص والتعري، وأعلن الملك فهد صراحة مباركته لهذه القنوات. يسر مركز تلفزيون الشرق الأوسط أن يجري حديثا شاملا مع خادم الحرمين الشريفين للاستماع إلى رأيه في قضايا أمتنا، ولكن ليسمح لي خادم الحرمين أن أسأل أولا: هل اطلعتم على برامج
المحطة العربية الأولى من نوعها التي تبث من لندن عبر الأقمار الصناعية. انطباعي عن هذه المحطة، فأنا تابعت إرسالها منذ ابتدأت، أن هذه المحطة عمرها سنوات ليس أشهر، وإذا كان أقول هذا الكلام ما هو مجاملة. أن MBC3 هي الأخطر، هذا شيء. الشيء الثاني، برامج الMBC سواء MBC العربي MBC1 ولا حتى MBC2 و3 و4 وأظن عندهم أكشن بعد وماكس أو ميكس أو كذا، المقصود أن هذا التنوع الموجه للشعب السعودي بالذات هذا فيه فساد كبير لا تقوم به روتانا، مع أن أيضا روتانا عندها أخطاء. روتانا أيضا عندها برامج سيئة، عندها أفلام أحيانا سيئة، LBC عندها برامج وأفلام سيئة وغيرها، لكن أنا تكلمت عن MBC بالذات لأنها الأشد خطورة، ولأنك إذا حذرت منها صار هذا التحذير عاما له ولغيرها. هذه القنوات ليست تعمل عملا شهوانيا، هذه سلسلة من ضمن خارطة طريق لتطبيق برنامج لإضعاف مناعة المسلمين. يا أخي مصدر قوتنا ما هو ديننا، وكيف يمكن أن يفسد الناس إذا قبلوا الأفكار المستوردة والوباء الخارجي؟ فإذا أنا حينما أقصف وأجلد هذه الأسماع والأبصار بسياط الأفلام والمسلسلات والأجساد والمكياج والعري والنحور والصدور والعورات وغير ذلك، ثم ماذا بعد ذلك؟ تريدها أن يرفع يديه ليبكي خاشعا؟ تريد أن ترى منه دمعة تنحدر سخينة على خديه نادما على ما فعل وقد شبعت عينه من هذه المسلسلات بأشكالها وألوانها؟ ثم نكتشف أن الملك سلمان هو الذي كان يرعى هذه القنوات. ترافيك اللي صعب شوي. لا كلام الخير. تعرف ما جاي قبلنا هنا. تو واصل. بما يتناسب مع ثقافتنا وشو بحب الجمهور كمان، كل هؤلاء احنا نشوف احنا نشوف الزبده وهم يخبطوا مساء الخير المغربي. اهلا وسهلا. كيف البشراوي؟ زمان انت ما ترى. والله الحمد لله. سلام سعيد. اماني وسهلا. اهلا وسهلا. الحمد لله. صار لي اليوم اني ازور MBC، انا اقول كاس المختصر حقيقه، اصبحت مشهوره فيه، وهذه اول زياره حقيقه، وان كنت اتابع برامجها منذ انشائها قدر امكاني. التقى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومجموعة روتانا مع السيد جيمس موردوخ، وخلال اللقاء تناول الأمير الوليد والسيد جيمس موردوخ كافة المواضيع التي تهم شركة روتانا وشركة نيوز كورب وشركة المملكة القابضة، وبحث مواضيع التحالف الاستراتيجي بين الطرفين. كما أكد كل من سمو الأمير الوليد والسيد جيمس موردوخ دعمهما لشركة روتانا. ويملك الأمير الوليد عن طريقة شركة المملكة 7% من القوة التصويتية في نيوز كورب، وتعد شركة المملكة القابضة التي يملك فيها الأمير الوليد نسبة 95% ثاني أكبر مستثمر فردي في نيوز كورب بعد عائلة موردوخ. وفي علم الله إن لم يتوبوا نسأل الله أن يعاجلهم بعقوبة تدمر ما بنوا من قنوات الباطل والضلال، لأن هؤلاء حقيقة أخذوا عهدا وحلفا ووكالة حصرية عن الشيطان ألا يدعوا عفيفة إلا ودعوها إلى التبرج، ولا مهتديا إلا دعوه إلى الضلالة، ولا مستقيما إلا دعوه إلى الانحراف. خلينا نروح للي قبل، يعني قضية أنه لما تيجي وشيخ مثل محمد العريفي ويصف قناة العربية بأنها قناة صهيونية في مقطع من المقاطع، وانت تعلم انه يعني بوضوح انه القناة العربية هي ذراع اعلامي يعني يعبر عن توجهات المملكة. شلون الحسب؟ انا لا اعلم قناة العربية تابعة لمن، هي تابعة للمملكة ولا تابعة للامارات ولا تابعة لدول الخليج. عموما انا اصف برامج معينة تبثها القناة العربية، انا غير مسؤول هي تابعة لمن. يعني مثلا اعطيك مثال، يعني انت كلمة صهيونية انت ما تراجع عن هذه. وصف البرامج التي فيها هي تنشر هي تنصر كثير من التوجهات الصهيونية. أما الخطوة الأخطر فهي التي قام بها الملك عبد الله بالمطالبة بتقارب الأديان والاتفاق على دين ترضى عنه الأمم المتحدة وتلتزم به جميع الشعوب. أن أطلب من جميع الأديان السماوية الاجتماع مع إخوانهم في إيمان وإخلاص
كل الأديان، لأن نحن نتجه إلى رب واحد. وهو نفسه الملك عبد الله الذي بارك الانقلاب العسكري الصليبي في مصر على الحكم الإسلامي، وبارك قتل المسلمين في رابعة، وبارك حرق المساجد في مصر ومنع الصلاة فيها وإغلاقها. بل نجد أن الملك عبد الله استضاف الرئيس التونسي العلماني الهارب بن علي الذي كان يمنع الحجاب في تونس، استضافه حتى لا يحاكم على جرائمه في حق الإسلام. الرئيس التونسي وأسرته حطوا رحالهم في السعودية. وفي عهد الملك سلمان أعلن النظام السعودي صراحة أنه حليف لإسرائيل. We need the Prime Minister, Mr. Netanyahu, because he is strong man and he is logic man. إنشاء قوة عربية بمباركة أمريكية وأوروبية لحماية الدول الخليجية والعربية والمحافظة على الاستقرار. 7. العمل على إيجاد كردستان الكبرى بالطرق السلمية، لأن ذلك من شأنه أن يخفف من المطامع الإيرانية والتركية والعراقية التي ستقتطع الثلث من كل دولة من هذه الدول لصالح كردستان. طبعا هذا كله يفسر لنا ظاهرة العلمانيين أو الليبراليين السعوديين. توقيعنا على اتفاقية السيداو المتعلقة بحقوق المرأة، حتى وقعتها المملكة العربية السعودية مع الأسف وصادقت عليها. صحيح أنها تحفظت عليها فقالت إلا ما يخالف الشريعة الإسلامية، لكن فيها مواد تقول أنه لا يصح التحفظ على هذه الاتفاقية بما يخالف روحها. وتخيل يا أخي هذه الاتفاقية والله لو قرأت بنودها مزرية لوجدت ما تشيب له الرؤوس، ومن ضمنه ما يدعو له هؤلاء الزعماء ويضغطون به على بلادنا اليوم. هم تجدهم يقولون لبعض هؤلاء المسؤولين: أنتم وقعتم على اتفاقية السيداو، لماذا لا تسمحون بالشذوذ الجنسي؟ لكن يسمحون للبنت وعمرها 10 سنوات أن تفعل الزنا ولا تعاقب، وهذا حق شرعي لها في نظرهم. يعني إن لم يكن هذه الأفعال التي رأيناها من خلال الصور وتصوير الرجال مع النساء، خليني أتكلم، هذا وقتي أنا ساكت. يوم أنك تتكلم أنا ساكت، خليني أتكلم. دكتور محمد أستاذنا، أنت يعني رجل أكاديمي وعضو مجلس الشورى سابق ورجل مسؤول، رجاء فقط تعطي الفرصة للدكتور محمد وسأعود إليك بإذن الله تعالى. لو ما تعود إليه أحسن، لا يضيع وقتنا. حقيقة الصور التي رأيناها نحن من خلال هذه الصور، والرجال الذين يضعون ركبهم بجانب ركب النساء والكتف الذي يضرب في الكتف وهو يصور أمامها، إن لم يكن هذا خزيا وعارا يا أخي، ما هو الخزي والعار؟ بعدين هذا الجاهل يا أخي يقول إنهم عفوا يا أخي، اسمع كلام، خليه يرد عليه، ما تصفوا خليه يرد عليه، كلامه جهل. الكلام الذي يقوله جهل. يقول ان هؤلاء المثقفين هم الذي، بعدين يقول هؤلاء حزب الله. يا اخي نفخر نحن حزب الله، اولئك حزب الله، نحن حزب الله، نحن المفلحون. اذا نحن حزب الله معناه انت حزب الشيطان ان لم تدخل في حزب الله. بعدين يقول يا اخي ان هؤلاء المثقفين هم الذين يحركون الفكر في هذا البلد. يا اخي خسئوا والله ما يحركون إلا فكر ما لا يزيد عن ولا 10% ممن يصدقهم. يا أخي أتعبونا كل ما هذا، قالوا أنتم ضد الوطن، أنتم تضربون الوطنية، أنتم. يا أخي نحن نعلم من الذين لهم علاقات بالسفارات، نعلم من الذين يحضرون حفلات في بعض السفارات، نعلم حقائق والله إن لي اتصال ببعض الجهات في الدولة، وهذه الجهات راصدة عليهم أشياء كشفت لي وعلمت حقيقة المفروض هؤلاء في السجن. لذلك جعلوا جدة عاصمة العلمانية في السعودية، فنجد فيها حفلات الرقص وحفلات الاختلاط وكل شيء مخالف للشريعة الإسلامية. الباقي كله حاطينهم في خيمة ما تكفي 1000 شخص، جايبين 3000 شخص، لأنه أصلا التذاكر خلاص فوق 3000 شخص ما في بيع تذاكر، شايفة؟
وبدأت المسخرة، وتعالي شوفي واو يا ربي، يعني خيمة الفساد من جد صاد قفط. لكن حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي يسوي زي كده، بقعة فاسدة. يا ناس استحوا، احنا جيران الحرم، جدة جارة بيت الله عز وجل، من المفترض ما يصير فيها زي كده، صح ولا لا؟ يعني كل مناطق المملكة يتبعوا السنة حقت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجدة يبغوا يخلي فيها كل الفساد، كل الخراب اللي في العالم يبغوا يجمعوا لنا هو في جدة. طب استحوا على ذنبكم، جدة جارة الحرم، من المفترض انه الجيران يكونوا نظيفين عشان يقدر الجار الاساسي يعيش مرتاح، صح ولا لا؟ غير كذا الاغاني ما وقفت، العروض ما وقفت، وقت صلاة ما وقت صلاة ما يهم، اللي عنده ايمان وتقوى يطالع في الساعة اذن يا جماعة ولا ما اذن. دبي مول، هي دبي مول 5 مرات اسمع الصلوات، 5 مرات اسمع الاذان يأذن في دبي مول، اللي هي كمان وكر للحلال كله اللي بنشوفه احنا والاجانب والعالم كله. يعني انا مستغربة، يعني صرت انا اطالع في ساعتي وقت صلاة العصر، صرت اطالع في ساعتي وقت صلاة المغرب، اروح ادور على المصلى عشان اصلي. شايفين؟ يعني اتقوا الله. ايش مين المنظم اللي سوى كذا؟ انا شفت شيء مو طبيعي، صراحه. كمان انا خرجت الساعه كم؟ خرجت الساعه 7 في المغرب، وطبعا انا خارجه وداخل فوج من الجن والشياطين الى مكان الجن والشياطين كمان. شايفين؟ انا ايش اللي وداني؟ اكيد الناس حيسالوني طب انت ليه رحت؟ شيء انا رحت عشان اولادي اطفال اكبرهم عمرهم 13 14 سنه، وجايبين مشاهير السوشيال ميديا اللي مجننين الأطفال. يعني صراحة very bad. وإن ما المسؤولين، ما في شيء اسمه مسؤولين، المسؤولين أصلا خربانين. أعطيك هي كده كاس، المسؤول خربان عندنا في البلد، المسؤول يبغى له مسؤول عشان ينظفه، عشان يشيل ويطير راسه من هنا. إذا كان مسؤول أنت توقع على شيء زي كده، وكمان جايب لي الأمريكان من برا وفرحانين وجالسين يتكلموا، وكمان جايبين على فكرة ممثلين وفرق أجنبية أمريكية طبعا كلها يتكلموا عن الإنجازات وعن الشخصيات طبعا وعن البلاوي اللي يا جماعة الخير، ترى جدة حتغرق، تأكدوا إنه جدة حتغرق قريبا حتغرق. إن ما أنكرنا المنكر حتغرق جدة وباللي فيها، وحتبدأ بالصالحين. أبشركم يمكن حتبدأ ببيتي، حتى لو بيتي من أهل الله من أهل القرآن، حتبدأ ببيتي أنا، إذا أنا ما تكلمت، وإذا أنا ما كتبت، وإذا أنا ما قلت وقفوا المهزلة اللي بتصير. وأصبحت هيئة الترفيه من المحرمات، اللي يشتمها أو ينتقدها يدخل السجن من العلماء فورا. أما الذي يتطاول على الذات الإلهية أو يشكك في الإسلام أو يشرب خمور أو كذا، فهذا كله عادي. هذا كله مشاهدينا يوضح لنا أننا كنا في فيلم كبير ومسلسل تمثيلية اسمها أن السعودية دولة إسلامية وهي حامية السنة والمدافعة عن المسلمين. وفي الحقيقة فإن النظام السعودي نكتشف أنه منذ نشأته هو نظام علماني. أرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.